هذه الوصفة طلبتوها مني بكثرة، بما على بالكم أنا حاجة ما نخليها في خاطركم. اليوم جيتكم بطرطولات نتاع الليمون. لعشاق الليمون جبت لكم واحد الوصفة بزاف بنينة وديروها في وقفة. اللي تبع فيديوهاتي اللي فاتوا كنت درت لكم تاع الشوكولا واللي قبلها تاع لافاني. دونك هاد الوصفة بزاف بنينة ننصحكم تجربوها. ما عليا غير نقول لكم ديروا حفظ لا فيديو وروحوا كيفية التحضير. في الغيسيبيون ديالنا درت حبة تاع بيض كاملة بدرجة حرارة المطبخ، 125 غرام زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ. وهنا راح ندير قشور تاع الليمون، يعني ديروا غير هداك الصفار بالكو ديروا البيض باش ما تجيكمش يعني العجينه مره. هنا زدت عليها كاس غير ربع نتاع سكر ناعم ودرت عليها مغرف كبيره نتاع نشا، قرصه تاع الملح، ونخلطه بالباتور جيدا. اللي ما عندوش الباتور يقدر غير بالفوي. راح ندير عليها 2 كيسان نتاع الفرينه، دونك كل واحد والفرينه ديالو. انا هنا دات لي 2 كيسان ومغرف كبيره تاع فرينه. هنا ما نعجنهاش، راح نفتحها يعني نكسلها هكذا برك باش تتلم، وراح نغطيها في ساشي هكذا ولا بابي فيل ونحطها في الثلاجه مده نص ساعه. بعد ما جازت نص ساعه جبت لي مول ديالي اللي ما درت لهم لا زبده لا حتى عفسه. انا ديالي ما يلصقوش، اذا خفتوا لي مول تاعكم يلصقوا ادهنوهم بشويه تاع الزبده. دونك كيما راكم تشوفوا درتهم كامل في المول ديالي وقطعتهم على اطراف هكذا غير بالموس، وراح نحطهم في المجمد مده 5 دقائق. يعني اذا كان المجمد تاعكم يبرد بالخف 5 دقائق. بعد ما فاتوا 5 دقائق عاود جبتهم وراح نديرهم بالفرشيطه. لازم والفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجه. دونك انا نطيبهم غير من التحت، ننصحكم ما تطيبوهمش من الفوق. من جهه اخرى جبت راح نخدم الكريمه ديالي اللي كنت درت فيها كاس ناقص اصبع سكر وكاس تاع الليمون و3 حبات نتاع البيض ومغرف كبيره نتاع انشا. نحطهم على النار نخلطهم حتى يتقالوا بهذا القوام. وقبل ما تفرغوهم يا البنات كما درت انا صفيته في الصفايه ورحيته بالباتور مره اخرى باش فرغتوه هكذا بيسي باش يجيكم ليس. غطيت عليه وحطيته في الكونجيلاتور حتى يبرد تماما. ورحت نجبد لي طرطولات ديالي اللي طابوا بزاف شابين. وبعد ما بردت الكريمه راني نعمر فيها فليطات كيما راكم تشوفوا، ومسحتهم من الفوق يعني ليسيتهم باش يجوا بزاف شابين وحطيتهم يبردوا. من جهه اخرى درت كاس تاع شونتي ونصف كاس نتاع الحليب اللي لازم يكون بارد. طلعتهم مليح بالباتور كيما راكم تشوفوا هكذا. درتو في البوشادوي والشكل اللي حبيتو زينوا به. ومن الفوق تزيين اخر اختياري رشيت عليه تاع مبشور تاع الليمون. وهذه هي النتيجه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم وتجربوها تستمتعوا لي بالبنة. ادوتر فيديو مع وصفة جديدة. سلام.